السلام عليكم ورحمة الله. نعم، الإسلام بريء من كل ما يحدث حواليه من سفك دماء وقتل وانفجارات وإرهاب باسم الإسلام، لكن في شيء غريب. نعم، يحق لك تتعاطف، لكن لا يصير تعاطفك غبي. يعني أنت لا تتعاطف مع الفرنسيين وما تتعاطف مع سوريا وأغلب الدول العربية اللي كل يوم يقتلون فيها ناس. يعني أنا اليوم مر علي أكاونتات بتويتر وأكاونتات وأيضا سنابات كلهم حاطين علم فرنسي والتعاطف يعني شيء محزن. يعني ليش؟ يعني هذول الأذرب هذاك مو دربين؟ يعني 4 سنوات سفك الدماء في سوريا، 2 سفك الدماء في بورما وغيرها من الدول، ما شفنا دعوات التعاطف. أوه ماي جاد، ليش؟ تعاطفكم نبيل، تعاطفكم رائع، لكن وقت التعاطف غلط ومكانه غلط. أمس وحدة تقول حطوا علم فرنسا على الأبراج، ليش يمه؟ والحبيب الثاني اللي حاط علم فرنسا وراه وديكوريشن كذي ورافع يدينا للسماء وكاتب اللهم استودعناك الشعب الفرنسي. خبل أنت. أمس صار انفجار بفرنسا، لقوا جواز واحد سوري بين القتلى أو الضحايا ما يدرون، اليوم ماكو مسلم ما يقدم اعتذاره. خبول أنتو. فرنسا قتلت 2 مليون مسلم في الجزائر، ما قدمت اعتذار حتى هاللحظة. فرنسا تدخلت تدخل عسكري وقح في بورما، ما اعتذرت. نعم، إرهابيين اللي قتلوا في فرنسا ما يمثلون الإسلام ولا يمثلون المسلمين، لذلك لا تصيرون أنتوا على طول نقطوا لكم شغلة كذي رحتوا على طول تدربون روسكم. نعم، نستنكر القتل في كل مكان في العالم، لكن مثل ما تستنكر في فرنسا استنكر في غير مكان. أنا أعرف ناس ما يعرفون ايش صاير في سوريا، اليوم استنكر بفرنسا، غبي. أحد الإخوان يصلح لي يقول لي فرنسا تدخلت عسكريا في مالي مو بورما. والله يا أخوك من كثر ما مسح فينا البلاط ما نعرف الديرة اللي لنا واللي علينا، الله المستعان. يعني تعاطفك مع الفرنسيين بس حق الكشخة والديكوريشن، مثل البوك، مثل الساعة، مثل السيارة، ودم المسلمين حواليك ما يحتاج تعاطف. اليوم وكالة الأنباء الفرنسية أعلنت بأن أحد الإرهابيين هو فرنسي مو من أصل عربي ومن أصل لا فرنسي. شنو ردكم يا متعاطفين؟ إذا بعض المحسوبين علينا مسلمين هم لا هم فالحين بالإسلام ولا فالحين بالإنسانية ولا فالحين بالتعاطف، حتى تعاطفهم غبي. ربما تكون ليلة البارحة في باريس ليلة مرعبة جدا، لكن كم ليلة مرعبة في سوريا منذ 4 سنوات؟ سؤالي للمتعاطفين السذج. مضحك ان الاوروبيين صاروا احن على الاسلام منا. يعني احد الاعلاميين الاوروبيين يقول كل التنظيمات الارهابيه لا تمثل الا 1.5% من المجتمع الاسلامي، في حين ان احدى القنوات الاخباريه العربيه كتبت خبر مفبرك بان اللي دشوا داخل المسرح الفرنسي كانوا يرددون الله اكبر الله اكبر، في حين ان مراسل CNN اللي المفروض هو اكثر المستفيدين طعنا في الاسلام نفى الخبر وقال كان صراخ وما حد ردد الله اكبر. خلاصة الموضوع، احنا كمسلمين عندنا مشكلة بالإسلام، احنا مش فاهمين الإسلام ولا راح نفهم الإسلام ولا راح نفهم الإنسانية، وإنسانيتنا عوجة، تعاطفنا غبي. أحد شهود العيان في انفجار باريس يقول لم نسمع أي ترديد لأي عبارات دينية. أنا أتوقع هالشيء لو دروا عنه المتعاطفين السذج بيزعلون. متعاطفون السذج لو يدرون أنه ماكو أي عبارات دينية أو ماكو مسلمين بالموضوع احتمال يشطبون تغريداتهم، لأن تعاطفهم مبني على حساب الإسلام. فلذلك الإسلام دين الفقراء، دين البسطاء، ما يحسون في بعض الأغبياء اللي يتعاطفون مع فرنسا وينسون دمعة طفل سوري. وكل الناس بصوب والشعراء بصوب. يا أخي أنتم ما عندكم شغل؟ لا أنت يا باريس يا رمز الجمال بعيد خرابيط. الشعراء يبون أي حدث يكتبون عنه، أي حدث. يعني لو واحد قدامه بالسيارة ويلف يمين يكتب له عز الله إنك يا ابن الأجواد لفيت. ما عندهم شغل كلش. الشعر رسالة، الشعر توثيق لمعارك عظيمة وتواريخ أعظم. وثق اللي قاعد يحصل بسوريا وبالدول العربية، تالي وثق بباريس. عبالك رئيس فرنسا بيعطيك شرها؟